الفترة اللي فاتت في التيك توك المصري حصل كمية قلبان ومواضيع كتيرة عن ان التيك توكرز اغلبهم بيغسلوا اموال. ففيديو النهارده هنتكلم وهنناقش من موقع تحيا مصر تحديدا اشهر التيك توكرز اللي اتقبض عليهم وايه القضايا الموجهة ليهم. هنبدأ برقم واحد وهو شاكر محظوظ دلوقتي، والراجل ده حرفيا كانوا اكبر غسالة موجودة على تيك توك بتغسل اموال. مش كده وبس، كان ملقب نفسه بعم اعمال البرنامج. اتوجه له عديد من التهم، منها تعاطي المخدرات، حيازه سلاح بدون ترخيص، ولكن اكبر تهمه قدامه تم توجيهها عليه هي اللي موجهه اللي موجوده قدامكم دلوقتي دي. اتهم التيك توك شاكر محظور دلوقتي بغسيل 100 مليون جنيه من لايفات التيك توك، ودي اغلب القواضي او الاتهامات اللي تم توجيهها لاغلب التيك توكر، وهي من اين لك هذا؟ الفلوس بتاعتكم جت منين؟ طبعا كلنا عارفين المصدر بتاعها، غالبا هيكون يا مخدرات يا تجاره اعضاء يا اي حاجه ضد الدين وضد مبادئ الانسانيه. بعدها انتشر خبر ان تم اخلاء سبيل شاكر، ولكن في القضيه بتاعه حيازه المخدرات، يعني زي ما تقول تم تبرئه منها، لان غالبا الراجل اعترف ان هو بيتعاطى، مش موضوع ان هو بيتاجر فيها، ولكن تم اخلاء سبيله في الحته دي، يعني طلع بره من الحته دي. لكن القضيه اللي بيواجهها دلوقتي هي قضيه غسيل 100 مليون جنيه، وشاكر حرفيا اخذ 15 يوم حبس قابل للتجديد لحين انتهاء التحقيقات. اما المتهم الثاني فهو مع داني تاتو، المتهم بالتحريض على الفسق والفجور. داني تاتو ده تقريبا حرفيا لما بيجي يرسم تاتو لحد هو ما ينفعش، هو بيصور اماكن ما ينفعش تتصور فعامة يعني مش لازم حتى تبحثوا عنه، لان هو فيديوهاته اصلا مش كويسه. يعني لو كان هو كان بيرسم التاتو او الرسومات ما كنا عارفين ان التاتو او الوشم حرام اصلا، ولكن اذا كان بيصور بطريقه محترمه ما كانش هيتم التوجيه بتهمه التحريض على الفسق والفجور. اما بقى بعد القبض على سوزي المتهمه بغسيل 15 مليون جنيه، في ناس قالت 15، في موقع قالت 15، في موقع قالت من 20 ل 50 مليون، ولكن سيان الرقم نفس التهمه الموجهه لشاكر موجهه. ولكن مين اللي اتقبض عليه بقى بعد الدنيا دي كلها، اللي الناس كلها فرحانه فيه تقريبا؟ هو الواد العبيط اللي قدامكم ده اللي اسمه مودي. الواد ده عبيط عبط يعني درجه مش طبيعيه. هو لا خطيبها ولا جوزها، هو صاحبها، ماشي، فهموها زي ما تفهموها بقى. الواد ده مستفز، واغلبيه فيديوهاته مستفزه لدرجه مرعبه، يعني بيقعد يرقص، طلع يعمل ليب سينكينج، يعني مستفز يا جماعه لدرجه مش طبيعيه، وفاكر نفسه بيضحك وفاكر نفسه و الى اخره. المهم ان الواد ده لما اتقبض عليه حرفيا كان في فرح شغال. اول ما اتقبض عليه الناس كلها حرفيا فرحانه وشمتنا فيه، وانا اول الشماتين فيه. الواد ده حرفيا مستفز لدرجه مرعبه، وهيلاقوا وراه بلاوي كتيره جدا، لانهم كلهم دلوقتي عمالين يحتفوا على بعض. وهل يخفى القمر القبض على التيك توكر لوشا؟ لوشا من اشهر الناس اللي موجودين على تيك توك، واول ما اتقبض عليه بسبب الفيديوهات القديمه اللي كان بيعمل فيها دور البلطجي وكان بيسيء المجتمع المصري، بدا بعدها يقدم فيديوهات دينيه. مش عاوز اقول هي وحشه، ولكن هي كانت بتوصل دروس دينيه بسيطه جدا للاطفال الصغيرين. ولكن هل هو كان بيعمل كده بدافع ان هو عاوز يتغير او لا؟ لغايه دلوقتي ان كل التهم الموجهه ليه مفيش غسيل اموال قوي، ولكن اغلبيتها كلها ان هو كان بيحاول يفسد الاخلاق. طبعا دي مش محتاجه اتكلم عنها، يعني دي مصر كلها عارفاها والعالم العربي عارفها. دي اكتر واحده مقرفه على تيك توك وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك، فرحه على السوشيال ميديا وفي مصر وفي الوطن العربي كله بعد القبض على البلوجر نعمه مغريه. بس مش هتكلم كتير دي يعني اعفن واقذر واحده كانت موجوده على تيك توك وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب، فيديوهاتها قمه القرف، يعني مش محتاج اتكلم. على الجانب الاخر كان في القبض على صناعه محتوى برضه كانت بترسم تاتو نفس الطريقه بتاعت داني تاتو، بس هنا كانت هي بنت مش ولد، فبرضه نفس القضيه برضه. بس فوصلت معانا لاخر الفيديو هنا، حابب اقول لك شكرا كتير، وهسيب لك لينكات قنوات اليوتيوب بتاعت الجيمنج وقناه التيك توك والفيسبوك اللي بنزل عليها اخبار وفيديوهات يوميا بشكل يومي. عاوزين نوصل 10000 مشترك على قنوات الجيمنج و1000 مشترك على القناه دي، فاكتب لي تحت رايك في الكومنتات ايه رايك في القضيه اللي شغاله دي، وتفتكر هتخلص على ايه؟ لان احنا حرفيا كلنا بلا استثناء واثقين في قدره الشرطه المصريه انها تحقق العداله تجاه الناس دي، لان الناس دي حرفيا خرجت بيوت كتير، دمرت احلام شباب كتير. ناس كتير كانت بتقعد تقول يعني الشهاده بتاعتي عامل بيها ما اطلع لايف واشحت وخلاص. فشكرا للشرطه المصريه، واشوفكم في فيديو جديد قريب، مع السلامه.